السلام عليكم ورحمة الله. الحديث اليوم عن المولد الجزائري والهلال السوداني. قبل الكلام ده ما تنسانا من اللايك والمتابعة على الصفحة. وقبل الكلام ده حتقول لي من وين جبت شعار هلال؟ جابوا لي واحد من المتابعين الصفحة، واحد من أصدقاء الصفحة بدون ذكر اسماء، شكرا لك جزاك الله خير. رقم واحد المولد الجزائري، فريق الجزائري العميد الأندية الجزائرية، فريق محترم جدا، فريق بيلعب كرة سريعة جدا، فريق كبير في الجزائر وفي أفريقيا. الفريق الجزائري بيحتل المركز الخامس في الدوري الجزائري. تقريبا الفريق الجزائري خسر مباراة واحدة في الدوري الجزائري، وتعادل في 5 مباريات وفاز في 4 مباريات، وعنده 17 نقطة. الفريق الجزائري فريق عادي جدا، لكن الهلال عودنا على البسمة، عودنا على الفوز، عودنا على الانتصار. الهلال بيلعب كل مبارياته خارج الدرمان، خارج السودان، خارج الوطن. بيلعب في تنزانيا، بيلعب في ليبيا، بيلعب في الجزائر، بيلعب في الكونغو، بيلعب في موريتانيا. على الهلال أن يتفوق على المولودية في الجزائر. إحنا مشينا الجزائر ما للتعادل ولا للخسارة، مشينا نفوز على المولودية، على العميد الأندية الجزائرية، والهلال قادر على الكلام ده. الحاجة الثالثة أقدر أتكلم عنها إنه الهلال بيحتل المركز الأولى في الدوري الموريتاني ب8 مباريات. الهلال تفوق في 6 مباريات في الدوري الموريتاني وتعادل في مباراتين، سجل 17 هدف، يمتلك 20 نقطة بدون خسارة، وتعادل في مباراتين. الهلال عنده الهجوم كوليبالي ومحمد الرحمن سريعين جدا، بالاضافه الى جان كوليت وياسر مزمل. المباراه طبعا 12 24 الساعه 9 بتوقيت مكه المكرمه على بين سبورت 5، تعليق حفيظ دراجي. المباراه بدون جمهور. كل الحب وكل التقدير وكل الاحترام لهلال السودان. الهلال لازم يصل للنقطه التاسعه، الهلال لازم يتفوق على المولودية، الهلال لازم يتأهل في النقطة التاسعة حتى نبعد بعيد من المشاكل، بعيد من الحسابات، وبعيد من كل شيء. والأخوة الجزائريين كل الحب وكل الاحترام لكم يا أخوة الجزائريين، عندهم مواقف كثيرة مع الشعب السوداني. المباراة بين المنتخب الجزائري والمنتخب المصري لتأهل فيها المنتخب الجزائري على حساب المنتخب المصري إلى كأس العالم. لكن احنا مشينا الجزائر نفوز على الجزائر، نفوز على مولودية الجزائري، وقادرين على الكلام ده. وهلال عنده السرعات وعنده الامكانيات وعنده اللعيبه وعنده الخبرات. يمكن لاول مره في التاريخ انه الهلال يفوز في مباراتين على التوالي في دوري ابطال افريقيا 2023 2022 2021 2021 2020 2019. الهلال دائما بيخسر المباراه الاولى في دوري ابطال افريقيا وبيكسب الثانيه. الهلال كان بيتعادل في المباراه الاولى في دوري ابطال افريقيا وبيكسب الثانيه. لكن لاول مره الهلال يتفوق على مباراتين على التوالي، على يانج افريقيا التنزاني وعلى مازيمبي الكونغولي. فالمباراة ان شاء الله يوم السبت زي ما قلت لكم، وما تنسونا من الشير والمتابعة واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله. كل التوفيق للهلال السوداني.